السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتون. قلنا النهاردة نعمل مع بعض طريقة الزيتون، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. انا جايبه النهارده كميه الزيتون اللي عندي 10 كيلو زيتون، بحدقهم وبعينهم عندي بيكفوني السنه. ففي ناس تقول لك احنا بنختن الزيتون مثلا ايه اللي مستعجلين عليه، انما انا مش مستعجله عليه، انا بجيبه عندي بيقعد عندي السنه، فانا ما بختنهوش. انما اللي مستعجل على اكله بيجيبه بيشقه كده من هنا من الجنب كده شق صغير وبيتاكل على طول. اول حاجه دلوقتي هناخد معانا الليمون، ومعانا الشطه الحاره، ومعانا الفلفل الاحمر، ومعانا توم. هنضرب ده كلته مع بعضه في الخلاط، واحنا شغالين هنقول برضو المقادير بتاعتنا ايه. شايفين وانا بضربه في قلب الخلاط؟ انا قلت اوريهولكم برضو كده وانا بضربه. انا قطعت الليمون وحطيت عليه الثوم والفلفل الاحمر والفلفل الحار، وحطيت ميه عشان ينضرب في قلب الخلاط. هخلص ضربه كلته وهرجع تاني. دلوقتي خلاص الكميه بتاعتنا خلصت، جاهزه دلوقتي معانا. هنروح دلوقتي ناخد الزيتون وهنغسله. واللي مستعجل على اكل الزيتون يعني اقصى حاجه شقي 3 اشهر، بياخدوا بيشقوا من الجنب زي ما انا وريت لكم وبيعملوا بيحدقوا على طول ومفيش مراره ولا اي حاجه فيه. انما اللي مش مستعجل وبيقعد معاه بالسنه بيحدقوا زي ما هو كده. دلوقتي انا غسلت الزيتون وجبت الخلطه اللي احنا عملناها كبناها عليه وقلبتها بايديا. هقول لكم بقى المقادير. ال10 كيلو الزيتون جبت عليهم نص كيلو شطه من الحمراء، عليهم نص كيلو فلفل احمر، وعليهم 5 روس توم كبار. غسلت التوم وسبته بقشره. هجيب بقى دلوقتي البرطمان بتاعي وعبي فيه كميه الزيتون اللي موجوده. انا سبت الليمون بقشره والثوم بقشره، بيدي ريحه حلوه قوي في قلب المخلل. دلوقتي انا حطيت الزيتون في قلب البرطمان ومش ماليه قوي على الاخر، سايبه فيه حته صغيره كده من هنا عشان في لسه حاجات هنحطها. هنعمل دلوقتي بقى الميه الملح بتاعته. دلوقتي جبت معايا البلاستيكيه اللي كان فيها الزيتون في قلب الميه بتاعت الزيتون، ما كبتهاش، كملت عليها ميه وجبت ملح وقلبته. عشان نعرف الحدق بتاعنا بنجيب معانا بيضايه وبنحطها فيه. لو البيضايه عمت على الوش يبقى كده حدقه حلو، البيضايه لسه تحت يبقى لسه عايز ملح. ده بقى معايا معلقه خل هجيبها كده عليه، ومعايا 5 ليمونات هعصرهم. دلوقتي انا عصرت ليمون خلصت اهو، انا ما برميش القشر بتاعه. هجيب معايا معلقه سكر واحطها كده. ال10 كيلو بتوع دول انا حطيت لهم معلقتين كبار من السكر. قشر الليمون بقى بحطه كده على الوش. السكر ده بيمتص المراره بتاعت الزيتون، والقشر ده بيحفظه. دلوقتي كده خلاص غطيت كده البرطمان معايا من الليمون، وحطيت اهم حاجه معلقتين السكر دول بيمتصوا المراره. كده خلاص دي اخر حاجه معايا. اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم وان شاء الله تجربوه. بس اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.